والحمد لله يعني الاستعدادات مرت في اجواء اللي رائعه، اجواء اللي كتسود واحد الروح الاخويه كيف كنقول روح العائله. كنتمنى نكونوا اشتغلنا على جميع الجوانب اللي غنحتاجوها في المباراه. ما بقى الا قليل كيف كنقولوا بقى دوما الماتش. نتمنى ان شاء الله كيف قلت لك نكونوا حضرنا جميع الجوانب باش غدا نكونوا موجودين المباراه ان شاء الله، اللي كنتظرنا واحد المباراه كبيره لا سيما في الارض ديالنا في المغرب. غتكون معظم الجماهير غتكون وداديه مغربيه، دونك جميع الظروف كانت متاحه. كيبقى العمل علينا حنا ان شاء الله غدا في ارض الميدان، فنتمنى ان شاء الله نكونوا موجودين، نكونوا حضرنا لا ذهنيا لا بدنيا لا جميع الجوانب نكونوا موجودين ان شاء الله باش ندخلوا الفرحه لجميع الوداديين وجميع المغاربه ان شاء الله. وكيف قلت لك يعني مثل هذه المباريات هذه ما كتحتاج زعما بزاف ديال زعما لا شحن لا موتيفاسيون لا في جميع اللاعبين واعيين من المسؤوليه كنتظرنا. مباراه بحال هذه مباراه كبيره، يعني كلشي موجود، كلشي كيكون حاضر، كلشي كيكون محضر، لا ذهنيا كيف قلت لك لا بدنيا خصك تكون موجود. فجميع اللاعبين واعيين من المسؤوليه كنتظرنا. كيبقى ان شاء الله هو غدا في المباراه خصنا ان شاء الله نترجموا هذاك العمل اللي خدمنا عليه طيله هذا الاسبوع هذا باش كيف قلت لك ان شاء الله تكون واحد النتيجه ايجابيه بالنسبه لنا ان شاء الله. وهي لا كونسونطراسيون كدوز في اجواء مزيانه، راه اوني اون فامي، وان شاء الله كنوعدوا الجماهير الوداديه والمغربيه باش نمشيو لابعد نقطه ونفرحوا الجماهير المغربيه. وكنبغيو نقولوا للجماهير الوداديه تجي تساندنا بكثافه باش يعطيونا واحد الشحنه في المباراه، ونمشيو ان شاء الله في الماتش مزيان ولابعد نقطه ان شاء الله.